انا يا باشا مش كان اسمك كيرلس؟ ايه اللي خلاك بطرس يا باشا؟ ما احنا عادي بطرس كروس البركة واحدة يعني. ما ينفعش. انت اسمك ايه بالهويه بال... بالكارنيه بتاعك اسمه ايه؟ انا اسمي كرولوس اساس. بالكارنيه بتاعك اسمك كيرلس؟ اه. طب خلاص كده كيرلس كيرلس اهو. عشان عندنا احنا حرام الانتساب لغير القبيله بتاعتي. فانا قبيلتي مثلا اشكنتناوي، ما ينفعش اقول القبيله بتاعتي قحطاني ولا عنزي. تمام؟ ما ينفعش. هو انا قبيلتي اشكنتناوي اشكنتناوي. انا عندي سؤال. انا بص، في حاجة تايهة مني في الاسلام. انا سمعت بيقولوا هات حبيبي يا يقول ميكي. لك يقول لك الكافر لا تجوز عليه الرحمة لو مات. يعني احنا صح. عندنا يا نهار اسود، الكلام ده حقيقة؟ اه حقيقه طبعا. امال يعني انا دلوقتي مثلا لا مش بس كافر، ده انا لو متجوز. يعني انا مثلا عندنا المسيحيه يجوز اني انا اتجوزها، وكمان اليهوديه. فلو جيت انا اخد مسيحيه مثلا من لبنان من مصر من اي مكان، مراتي وام عيالي وبحبها جدا، وبقول لها بحبك يا اسمر اللون، وبموت فيكي وما بنامش الليل حتى اسمع صوتك، الهوا كله بجنب وانت بكفه، اصلا انا ما بقعد حتى تكوني بوجودك. يا نهار ازرق، محلى الدنيا بوجودك. انا واخد بالك عادي جدا اه احبها. طب لما تموت ما ينفعش اقول ربنا يرحمها ده كانت حلوه معايا وقلبها حلو ما فيش كده. خلاص نقول ماتت، اللهم عوضني خيرا منها، او الله يعوضني واحده زيها كده تكون محترمه معايا. بس ما اقدرش اقول ربنا يرحمها. طب معلش، يعني احنا لما بنقول ربنا يرحمها احنا بنسلم يعني يعني بنقول ربنا يرحمها كأنه الإله، يعني بنقول اه. انه يرحمها، لكن ما هو حضرتك مش انت مش بتطلب من الاله يرحم شخص بيسبه؟ ما ينفعش. يعني انا دلوقتي مثلا واحد بيسب ابويا وبيسب امي ومات، اقوم اترحم على واحد بيسب ابويا؟ اقول له في 60 ده. الله هو سبحانه وتعالى بيقول في الحديث القدسي عندنا: يسبني عبدي فيقول كيف يسبك وانت الله، فيقول ان لي ولد. فبمجرد آية بتؤمن انه يسوع ابن الله ده سب لله، لانه الكفر ده عندنا ما نقبلش. طب يا دكتور عاصم، يعني معلش، انت يعني مش المسلمين كده بياخدوا الإله في صفهم؟ يعني الإله بس بتاع المسلمين، مش الإله برضو بتاع الناس كلها؟ يعني أكيد إن ما انت، ربنا. ما هو الاله واحد بس انت بتكفر بالاله. انت بتجعل مع الاب ابن وبتقول ده اب. احنا ما بنقولش اب، احنا بنقول قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد. وربنا ما اتخذش صاحبه، ما عندوش زوجه. لو جه واحد لا قال ربنا عنده ولد، يبقى كده هو كفر بالله سبحانه وتعالى. عندنا في الدين المسلم ده يعتبر كافر. لكن كافر مش معناته انه اسيء اليه طبعا، لانه احنا ملزومين بالمعامله بالحسنى مع الغير محارب لديني. يعني زي حضرتك دلوقتي انت مثلا بتصعد باحترامك وبتنزل باحترامك. تمام؟ لو جيت مسيحيه وعايز مسلم يتجوزها بيروح بيتقدم لها وبياخدها عادي، بس هي كافره بالنسبه لي مش مسلمه. أنا فاهم الحتة اللي أنت بتقولها، بس حضرتك أنت اه. عارف عندنا في المسيحية أي اه. حد بيموت، مسلم يهودي مسيحي، بنقول ربنا يرحمه. لكن في ده مش الإسلام مدح، ده مش مدح. ما انت بتشوف الغير مسيحي كافر، ازاي بتترحم على الكافر؟ يبقى انت بتداهن بدينك، وده غلط. احنا ما بنداهنش. بحبك اه بس انت كافر. بس ما ينفعش يجي واحد يقول لك انت كافر ربنا يرحمه، يبقى كانك بتقول بحبك يا حمار. طب ما انت يا هو حمار يا اما بتحبه. ما بنجاملش بديننا، ده ديننا. اما ما المسيح بيقول لك غير المسيحي كافر. طب ما هو ازاي بالظبط. بتترحم عليه؟ ما ينفعش. يعني تطلب من الاب يرحم شخص مش مسيحي، ده مش من دينك، غلط. احنا لما بنقول انه ربنا يرحمه، مش احنا عارفين انه كافر، لكن لما بنقول ربنا يرحمه انه ممكن ربنا ينظر في امره ويشوف الصالحات اللي عملها، ما فيش. ويعني. ربنا بيقول في القرآن: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به. اللي بيموت كافر لو عمل جاب ذهب قد الأرض دي وزعها وعمل الخير في الدنيا بيكافئك في الدنيا وبس. طب
طب بيجي من معلش، اكرم مفيش. انا فاهم الحته دي. انت بتقول لي ليه انت مش كده وليه مش، انت ازاي عايزني اتبع حاجه؟ يعني لا مؤاخذه ايه، إن كان انا المسيح قال لي ذات نفسه، قال لي هياتي من بعدي انبياء كاذبون وسيدعون النبوه. يعني انت عايز ان انا اكسر كلام المسيح واتبع حاجات تانية؟ ماشي، انا تعال نثبت الكذب عند محمد صلى الله عليه وسلم. قول لي مثلا واحد اثنين ثلاثة أربعة. يعني أنت دلوقتي عايزني أسيب مذهب بيحب اليسوع وبيحب محمد إلى مذهب بيحب يسوع وما بيحبش محمد؟ طب لا، خليني جامع اتنين أحسن. لو جيت يوم القيامة والحق كان معاك، أنا هخش معاك الجنة، ما أنا بحب يسوع وأؤمن فيه. لكن لو طلعت أنا على حق هتخش أنت النار لأنك تكفر بمحمد. يبقى خليني في مذهب بيجمع الكل أحسن. واخد بالك؟ يعني انا هو دلوقتي لو اليهود طلع معاهم حق، انا هخش كمان معاهم الجنه لان انا اؤمن بموسى. انت مش هتخش لانك ما بتؤمنش بموسى. لو الشيعة على حق انا هخش الجنه، ما انا بحب علي. لو طلعت انا على حق، اليهود هيروحوا النار لانهم يكفروا بمحمد، والشيعة بيسبوا في ابو بكر وعمر. يبقى انا كسني مسبع الكرات على قلت السوريه، يعني حباب في كل المذاهب. انا دلوقتي لو انا بحب اليسوع وبقول لك لو انت اسلمت وما امنتش باليسوع انت كافر. لو دلوقتي جاء مسلم قال لك انا ما بؤمنش بعيسى اليسوع، بقول له انت كافر، انت مش مسلم. طب انا بؤمن بمحمد، حتى ولو لازم تؤمن باليسوع وتؤمن بكل الرسل، لانه عندنا اركان الايمان: الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله. ده شرط في الايمان، والا غير كده هتكفر. ما انا فاهم الحته اللي انت بتقول. انا ما عنديش طيب، مشكله مع رسول الاسلام محمد. انا اعرف ان رسول الاسلام راجل محترم وجاء عليه القران الكريم، لكن انا ما اقدرش ان انا اسيب المسيح، لان المسيح قال لي ما تاخدش اي كلام من بعدي. لا، انت هتسيب المسيح لو كان ايام المسيح بقول لك ما تسيبوش. ما دلوقتي محرف كلام المسيح اللي حرفه بولس. ما بولس كان يهودي، ولما دخل المسيحية ألف كلام عن يسوع فحرف الكتب. انت دلوقتي لما بتدخل في الإسلام انت بتاخد كلام اليسوع وبتاخد كلام محمد، بس الأحكام وشريعة اليسوع نسخت عند محمد فقط. لكن لو كنت في عهد اليسوع، الله ربنا بيقول في القرآن إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر. ربنا توعد للنصارى والصابئين اللي عملوا في أيام موسى وعيسى عليهم السلام وأنبياء بنو إسرائيل بيدخلوا الجنة. بس دلوقتي محرف، الدين محرف. يعني أنت دلوقتي عندك 13,000 حديث عن بولس، بينما باليسوع كله في الكتب المقدسة 1000 حديث. يعني أنت دينك دين بولس مش دين اليسوع. لو أنا وأنت دينك دين اليسوع كان اليسوع أحاديثه أكثر من بولس، بينما طيب إحنا. معلش ممكن تفسر لي؟ قول. معلش ممكن تفسر لي؟ يعني هنتكلم في الاسلام شويه. اشمعنى الاله في الاسلام اختار عيسى اللي هو اليسوع على محمد؟ يعني اختاره هو من بين كل الانبياء يعني الذي راح ينزل للارض. اشمعنى؟ مش بتلاحظ انه في حاجه مش منطقيه؟ لا منطقية، احنا بنقول ده نبي وده نبي. انت ما طيب تفرقش بين اشمعنى الرسل. فضله؟ لا، مش تفضيل، مش قصة تفضيل. هو يسوع خلق من غير أب. يعني جت طريقة خلقته معجزة اليسوع أن أمه حملت فولدت. خلق من غير أب. فهمت علي؟ فجو بقى الأتباع اللي هم بنو إسرائيل عايزين يقتلوه، فربنا سبحانه وتعالى رفعه إليه. وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. بعدين ربنا رفعه إليه. دلوقتي هيكثر الصليب وهيكثر الآن النصارى وهيجيك بقى الأعداد المهولة، فهينزلوا ربنا لحكمة يقوم يكسر الصليب. دي في علامات حلو. الساعة عندنا. دي حكمة ربنا، ينزله في آخر الزمان ومن علامات الساعة يقوم يكسر الصليب. يعني ربنا هينزل يكسر الصليب اللي مش بقى؟ ربك، مش ربنا، اللي يسوع نفسه اللي هينزل.
ربنا هينزل يكسر الصليب ازاي؟ ما أنا عيسى ربي يسوع يسوع. ما ينفعش، هو ابن هيكون. طب ازاي ربه مخلوق؟ ازاي؟ ما احنا قلنا ان هو تجسد يا دكتور عاصم. ماشي، ده اسمه حلول. ازاي ربنا الاب يحل في ابنه المخلوق؟ يعني ربنا الخالق بيحل بمخلوق؟ ما ينفعش، ده خالق ما بيحلش بحد. انا بكلمك عقلا، مش عايز معتقد دلوقتي. الان يسوع رب والاله رب، ماشي تمام. ازاي ده بقى خالق وده مخلوق؟ الرب ما بيكونش مخلوق خالص. الرب وجوده ازلي، ما هو ملوش وقت. وبعدين انا اثبتت لك امبارح من الكتب المقدسه ان ربنا نفى ان يكون هنالك اله غيره. يعني ما فيش اله تاني. ده الكلام الصحيح غير المحرف. احنا ما عندناش في القران عهد قديم وعهد جديد. احنا القران موجود من عهد الرسول لحد دلوقتي. اللي عنده العهد القديم والجديد دول الشيعه والنصارى. الشيعه بيقول لك القران الحقيقي مع المهدي. جاء الامام علي عرض القران على القران الجديد على الصحابه فرفضوه، فمشوا على القديم فخباه حتى يظهر المهدي. ده اسمه عهد قديم وجديد. ده عند الشيعه وعند النصارى فقط، مش موجوده عندنا احنا السنه. احنا قراننا واحد. الله سبحانه وتعالى لما ذكر في القران بدايه سوره البقره الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. هو الكتاب ده هدى لينا، وعلمنا اننا نؤمن بالتوراه ونؤمن بالانجيل والكتب التي نزلت، وعلمنا انه نحب. بل عنده سوره اسمها سوره مريم. طب طلع لنا بقى في انجيل سوره محمد، مفيش. ما هو احنا عندنا. طبيعي، ما ان الانجيل قبل القران اكيد. طبيعي، حاجه طبيعيه. طب ما التوراه قبل الانجيل حاجه طبيعيه كمان. طب ليش ما بتذكروا التوراه في الانجيل؟ ما بتذكروش موسى ما هو حضرتك وابراهيم؟ ما حضرتك ان التوراه اتحرف يا فندم. طب ما الانجيل كمان تحرف، يبقى جاء القران كده خلاص كده اكتمل. جاء اخر نبي بقى اسمه محمد كده، اليوم اكملت لكم دينكم. مفيش نبي بقى تاني خلاص، اكتمل الدين. عندنا الدين الان دلوقتي فل الفل 100 100 ولا فراخ الجمعيه خلاص. مفيش حد يقدر يزيد بقى اي حاجه من عنده. قال مم. لنا ايه محمد؟ قال لنا بتحبوا الانبياء كلهم وعيسى وموسى وأولو العزم من الرسل هم خمسة ومنهم عيسى. أولو العزم من الرسل، عيسى عليه السلام رسول ونبي، من ضمنهم عيسى يسوع. احنا ما مندهنش نقول لك هذا ديننا. انا ما عنديش دلوقتي استخدام معك والله عشان احببك ولا لا. انا بقول لك ده ديني، ده الدين اللي انا بؤمن بيه. ده قرآني بيحث على الموضوع ده، وعيسى ذكر في القرآن بشكل كبير جدا. طب ما بس دي مش النقطه اللي احنا معناها بنقصدها. مش معناها ذكر في القرآن يبقى خلاص هو اللي على حق ومحمد باطل. لا، ما موسى كمان ذكر، ولوط ذكر، وداود ذكر، وشعيب ذكر، وصالح ذكر. طب يعني خدني على الاقل ايه، لان انا لما قريت في القران شويه، مم. لما جيت اقرا لقيت ان المسيح اتذكر اكتر من مره، والوحيد اللي بين الانبياء كلها ربنا رفعه فوق وهينزله يحكم بالعدل. مش وانا اقول لك تلاحظ الوحيد كمان، الوحيد اللي بين الانبياء بيخلق من الطين كهيئه الطير فينفخ فيه فيكون طيرا باذن الله، ويبرئ بالظبط. الاكمه والابرص ويحيي الموتى باذن الله، ويعلم ما يدخرون. يعني يروح لبيت اي حد يقول له انت عندك اكل يكفيك اسبوع، يروح للبيت الثاني يقول له انت عندك اكل يكفيك بس لبكره. بضع. انت عندك رز وعندك قوطه وعندك خيار وعندك زبادي، ويروح يقول لهم ويعلم ما يدخرون. ده معجزه، معجزه عيسى. ما هو ده العدل اللي بيجيب الاسلام بيه، انه ما بيدهنش انه يعني والله لانه عيسى بتاع النصارى. لا، عيسى مش بتاع النصارى. عيسى عليه السلام مسلم. عيسى عليه السلام مسلم. وهذا على فكره جاك واحد هو مختص اصلا بالحوارات الاديان. عيسى هو مسلم اساسا، لكن شريعته كانت الانجيل.
موسى مسلم شريعته التوراة، محمد عليه الصلاة والسلام مسلم شريعته القرآن. طب كلام جميل، انا بشكر حضرتك على النقطه دي. عندي بس سؤال اخير بخصوص الشيعه. انا سمعت واحد شيعي بيقول لو ضربت نفسك 30 مره قلت يا حسين هيجي لك فلوس قد الدنيا، الكلام ده حقيقي؟ والله أنا بقول لك دلوقتي، بتشرف فيك يا أختنا كياتا. أنا بقول لك على حاجة، دلوقتي الفقر في العراق واصل ما وصله. يعني قاعدين دلوقتي بياكلوا في الشارع معظمهم، وناس مش لاقية شغل وعايشين بدمار وحتى مراجعهم بيتعالجوا بره. يعني خميني ودول، لو كان بتضرب نفسك 30 مرة بيجيك فلوس كتير، كان شفتني انا بضرب نفسي 30 مرة وبتوب. مفيش كده يا حبيب قلبي، مفيش الكلام ده. هم عندهم انك انت لو ذهبت الى الحسين وطلبت حاجتك، لو ذهبت الى الحسين وقلت يا حسين يغيثك، لو قلت يا فاطمة يا مولاتي يا فاطمة أغيثيني، بتغيثك فاطمة. طب أنا أقول لك إيه الفرق بين يا زهراء وبين يا عذراء؟ إيه الفرق؟ لما أنا نادي يا عذراء ويا زهراء، إيه الفرق بينهم؟ مش الاتنين بشر؟ بالظبط. مش أنا بنادي زهراء زي ما بنادي عذراء كده، هذا بشر وهذا بشر؟ احنا ما بنادي الفرق امنا بين بقى. يا يسوع، يا يسوع ألهمنا المدد، وبين يا علي مدد؟ احنا عندنا اليسوع بشر وعلي بشر، يبقى الطريق واحد، بس الفرق انتوا ثلاثة وهم درزن بس. هم 12 وانتوا ثلاثة، والا المعتقد واحد. حتى اللطميات قريبة بس الاصوات بتختلف بس. ما يعني انا ما بعتبره في فروقات كثيرة، انا بتكلم بالافعال، مش بالكتب، اللي هو التوحيد والعدل والنبوة والمعاد والإمامة وغيرها، هذه أمور أخرى. يعني أنا دلوقتي بعرض لك بعض المقاطع مثلا دلوقتي عن الشرك، أهو مثلا، أهو تعالى الشرك فين؟ تعالى يا شرك، أهو الشرك 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 الشرك، أهو اسمع دو مثلا، أهو ده شيعي، اسمع. يا علي يا عظيم، يا غفور يا رحيم. يا علي يا عظيم يا غفور يا رحيم. طب إيش الفرق دلوقتي بينه وبين الابن اليسوع عندك، اللي هو بيغفر وبيستجيب؟ مفيش فرق. لا، في فرق يا فندم. حضرتك علي انسان، لكن يسوع المسيح يتميز بلاهوت وناسوت، فعنده ميزة طبعا. ما هو اليسوع مش انسان؟ ايوه انسان. تمام. مش انت بتقول ربنا يتجسد؟ ايوه. طب لو ما تجسدش مش هو انسان بيعيش زينا؟ ايوه تمام. مش هو اتصلب؟ بالظبط. والاله بيتصلب؟ ما احنا قلنا ان هو احسن. اتصلب عشاننا. مش انا ما سالتكش عشان مين، هو في اله بيتصلب؟ هو بيتمسك الاله؟ فكريا لا. وبيتصلب الاله وبيموت؟ برضو لا. انت يبقى ده تناقض دلوقتي. يبقى انا لو ما هقول انا بقول لك. اليسوع اله، ما اذا اليسوع بشر مش بص اله. انا اقول لك لو ليه كان ربنا. قول انا قول هشرح قول. لك النقطة. هو ليه تجسد واتصلب؟ عشان ما يكونش فيه حجة على البشر، وان هو نزل بنفسه وبقى بشر عشان تبقى ايه الحجة الأخيرة. فدي برضو يا نقطة عمي يا اختبار عمي للناس حاجه، المؤمنة. الحاجه الاخيره مين؟ لا مش كده، افهم عليا، افهم قصدي. دلوقتي الاله اللي هو الاب بيتصلب بيتمسك يعني؟ لا. المفترض انه انت تؤمن انه اله واحد وخلاص. طب انت عايز تؤمن بقى باله تاني، يبقى المفروض الاله التاني كمان مش مخلوق. انت عم تؤمن بمخلوق وخالق، طبعا ما بيستويش. طيب انت اخذت المخلوق ده اله، المخلوق ده اتصلب واتقتل عندك، يبقى مش اله.
ما احنا قلنا هينقذك الجسد ازاي؟ ده الجسد يا فندم. الروح فين بقى؟ ما احنا قلنا الروح خلاص لما اتصلب اتفصلت عن الناسوت. تمام. يبقى معناته علي زي اليسوع عندك، ده اتقتل وده اتقتل. الشيعة بيقولوا ايه؟ ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء. اذا علي حي عندهم. بيقول لك ايه حي؟ الروح بقى. يبقى نفس حضرتك انت اليسوع اتصلب ومات، والروح بقى موجوده، ناسوت لاهوت كمان. فبيقول لك هم بيقولوا يا علي، علي بيسمعهم وبيستغيث وبيستجيب، وانت ما انا بتقول يا فاهم. يسوع يبقى في تشابه. يبقى انت لما تستدل عليه المذهب الشيعي مش محتاج تتعمق، انا اقول لك على طول السطوح وانت تخش للغرف على طول. بينما مذهب اهل السنه والجماعه ابدا مختلف. مش هتقدر تغمض عينيك، لان مذهب اهل السنه والجماعه نقول يا الله فقط. ما انا بقول يا الله. يا الله مدد ما انا بقول يا الله برضو، وانا بقول حاجة انت تانية. عندك اللهين دلوقتي، قلت لي دلوقتي الجسد او نازل، انت اللهين انا مش عارف حتى الله مين. يعني تقول يا الله انقذني، تقصد مين؟ الاب ولا الابن؟ بقصدهم كلهم. بتعمل لم شمل يعني؟ لا لا يعني خالص، انا قلت يعني لك بتعمل الثلاثة. لم. الثلاثة عندي. ما افهم علي يعني. انت تعرف انه انا مش عايز ادخل لك في موضوع الثلاثه ده والثالوث الثاني والروح القدس ده طلع ازاي. انت عارف الروح القدس ده تاليف مش موجود، بس همشيها لك. يعني انت دلوقتي تقول يا الله اغثني، يعني هيغيثك المقتول وهيغيثك اللي ما بيتقتلش، صح؟ هي فكريا مش كده، انا لما بقول كده بقصد الله الواحد طبعا. يبقى خليك على الله الواحد، يبقى ما تاخدش لا عذراء ولا يا زهراء ولا يا ابن ولا يا روح قدس. انا بروح لما عند امي انت العذراء، مش بطلب منها اه شفاعة ولا حاجة، انا يعني تكريم لها فقط، يعني كمحبة. مش مشكله، انت لو كنت مسلم هتحبها غصب عليك، لانه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يقول كمل من النساء اثنتين، مريم بنت عمران واسيا بنت مزاحم. والروايه الاخرى كمل من النساء اربع. ما عندناش مشكله، مريم عندنا رضي الله عنها وعليها السلام، ام عيسى عليه السلام، ايه المشكله؟ حاجه حلوه يعني، وعندنا ما سوره انا باسمها ومقدسه. ما, طب ايه رايك انت لو دخلت الاسلام هتحبها ما انا بحبها ومرغم؟ برضو. ما انا عندي امنا مريم في المسيحية دي ام الملائكة، ده حاجة عظيمة قوي. يا نهار ازرق، ام الملائكه، يا نهار ازرق. يعني هي مش بشر كمان؟ هي بشر طبعا، بس كتقدير ليها طبعا. تقدير. الملائكه مش بشر، احنا مش عايزين ننسى. عندك سؤال تاني عن الشيعه؟ لا خالص، بس انا كنت مستغرب من الموضوع اللي هو لو ضربت نفسك وقلت يا حسين هتشوف بركات اكتر من بركات اي حاجة كانوا ده بيقولوا. بالنسبه ليهم بيضربوا نفسهم، بيزحفوا بالطين، بيتمردغوا، بيصرخوا، عندهم صراخيات، بيعتقدوا انه ده بيقربهم الى الحسين، والحسين بقى بيشفع لهم. يعني اعمل كل ذنب وهب ودب والحسين بيغفر لك اخر النهار عادي. تمام. انا بس بشكر حضرتك على المعلومات اللي انت بتديني اياها طبعا. الله يبارك فيك، ده اقل حاجه. ولو عايز برضو الشيخ عبد القادر يعني ممكن برضو تتواصل معاه، اصل هو محاور مختص على فكره المسيحيه. ما الاستاذ عبد القادر اتخانقنا قبل كده وراحت لحته بعيده يعني. لا خلاص، انا مش هو ده مش بتاع خناقه. ده الشيخ عبد القادر احن مني باضعاف. ده صوته لوحده وهدوءه ده يدرس. هو بيعرفني على فكرة دكتور عاصم بطرس، بيعرفني بشكل كبير. نعم. بتحبه يا بطرس؟ يا كريلوس، اسمه كريلوس، انا وعلى فكرة بالكرنيك كريلوس. دكتور عاصم، أنا لما سألته في هذا الموضوع عن صورة البابا شنودة محطوطة الآن، أنتم شايفينها كلياتكم اللي موجودة على صفحة بطرس. البابا شنودة هذا قائد الكنيسة الأرثوذكسية، هو الذي اعترف صراحة أن الذي مات على الصليب هو الله. لهيك بطرس هذاك اليوم خلع يعني. انا عمال اجيب له اياها عقليا مو نقليا. انا بجيب له اياها دائما عقليا، حواري معه عقلي، هو اقرب للعقل من النقل. تمام، لانه مستحيل الله يموت. لو الاله مات يبقى مش اله، خلاص. لو الاله بياكل يبقى مش اله، لو بيشرب مش اله. يعني عندك اليسوع اتعزم واكل.
فمش اله، ما بياكلش الاله. تمام يا كريلوس. ماشي حبيبي يا دكتور هيثم اهلا يا قلبي، اهلا يا حبيبي. وحبيبي. الرب يباركك يا حبيبي. الرب يبارك، الرب يبارك، الرب يبارك يا حبيبي. شكرا. طبعا بص دلوقتي تتكلم مع مسيحي بقى وعمال تاخد وتدي بقى بكل احترام وتقدير،